تعالوا اللي بتقولوا ايه فايدة اني ما اكلش وما اشربش يعني في رمضان؟ فوائد الصيام ده موضوع محتاج لايام، بس في رمضان وحكايته هنحاول نختصر ونقول المفيد والتمام، واسمع للاخر حتى لو كنت في امستردام، تمام؟ بس الاول صلي على رسول الله. الصيام مش بس ليه فوائد روحانية، ده كمان ليه فوائد نفسية وجسمانية، وركزوا معايا قوي في اللي جاي انت وهي. الصيام بيهدي الاعصاب، طبعا كله دلوقتي في حالة استغراب، وبيقولوا الناس وهي صايمة بتبقى متوترة وفي حالة اضطراب، لكن الحقيقة ان زيادة تدفق الدم وهو شايل الاكسجين بيزود فرص افراز هرمون الدوبامين، وده الهرمون المسؤول عن ايه؟ انه يخلينا مبسوطين. وكمان الصيام بيعدل لك المزاج، وده شيء كلنا ليه في احتياج. ازاي؟ فهمينا. عشان الامتناع عن الاكل والشرب لفترة بيقلل افراز هرمون الكورتيزول اللي كتره بيسبب القلق والحسرة، والصيام كمان بيقلل فرص التعرض للاكتئاب، وده بناء على كلام الطب اللي مذكور في الكتاب. عشان في الصيام بيزيد افراز هرمون الاندروفين اللي بيقلل من اعراض الاكتئاب ويخلينا فرفشين، وزي ما قلنا انه بيزود تدفق الدم للمخ، فبيكون افضل انه يخلينا مركزين. ومن غير بقى ما نقعد نقول في مقالات ونحلل ونقرا في تاثير الصيام على الهرمونات، فاكيد مفيش حاجه فرضها رب الارض والسماوات الا وليها فوائد كتيره بعيدا عن انها عبادات. فكل حاجة أمرنا بيها ربنا إننا نعملها هنلاقي فيها كل الخير والفايدة وكمان المعجزات. سؤال الحلقة: إيه اسم الهرمون اللي بيقل إفرازه وقت الصيام؟ الشاطر بس اللي هيكتبهولي في الكومنت. ودي كانت حكايتنا النهاردة، استنونا بكرة في حكاية جديدة نتمنى تبقى ليكم مفيدة، ويا رب تقضوا خلال شهر رمضان أيام وليالي سعيدة. كان معكم بسمة مجدي، أشوفكم على خير. رمضان